اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، أو سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا. هو فعلا يا جماعة ممكن الساحر يعمل السحر على القرموط؟ وليه بالذات بيختار السمكة دي؟ السمكة اللي هي يا جماعة سمكة القراميط اللي هي القرموط يعني. السمكة دي يا جماعة بتتغذى على النجاسات وبتتغذى على الأشياء الميتة، ممكن فيران، ممكن جثث لو جثة ميتة، أي حاجة ميتة في البحر، وبتاكل القاذورات. يعني هذه السمكة الله المستعان. فطبعا الساحر يا جماعه الجني هو اللي بيطلب منه انه يجيب السمكه دي، عشان هي السمكه دي بتتغذى على القاذورات. والسحر يا جماعه اللي بيتعمل في القرموط ده بيبقى سحر قوي جدا. سحر يا جماعه قوي جدا. ليه؟ كل ما بيتحرك القرموط ويلف القرموط هذا المسحور يتألم ألم شديد. كل ما يسكن القرموط ده كل ما المريض خلاص يعني بيهدأ، لكن كل ما يتحرك لحد يا جماعة ممكن يتصاب هذا المريض بالجنون بسبب هذا السحر. سبحان الله يا جماعة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان بيأذي إنسان، يعني كل ساحر. يعني الناس اللي بتبقى مش عايزة الخير لحد وبتأذي يعني الناس وتأذي يعني بالطرق دي، الواحد والله بيبقى مش عارف يتكلم. يعني بيبقى صعبين عليه الناس اللي بتتأذي بالطريقة ديت. بس اللي أنا عايز أقوله لك يا حبيب قلبي، واللي عايز أقوله لك، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مش هيصيبك إلا اللي كتبك. الكل ما عليك اللي انت لازم تحصن نفسك يا حبيب قلبي بأذكار الصباح والمساء، تبقى على طول متوضي وتنام على طهارة وتذكر اسم الله عز وجل في أي وقت. إن شاء الله مش هيصيبك أي حاجة. وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني في كل ساحر وفي كل إنسان عايز الأذى لأي شخص. ربنا يبارك فيكم. يا ريت يا جماعة نعمل مشاركة للفيديو ده عشان غيرك يستفيد ونحذر الناس من هذه الأشياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.